السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. طبعا وصل عرض امبارح لنادي الزمالك من نادي الشباب السعودي ضم زيزو مقابل 6 مليون دولار، وراتب سنوي للاعب 3 مليون دولار، يعني أكتر من 100 مليون جنيه. طبعا إدارة الزمالك رفضت العرض وقال لك احنا مش هنبيع زيزو ولو بمليار، وانا بقول لك زيزو هيرحل. انا كزملكاوي بصدمك وبقول لك ان زيزو هيرحل في ظل الازمه الكبيره اللي موجود فيها نادي الزمالك، خصوصا ان انت السنه الجايه مش هتنافس. حتى لو زيزو موجود، لو اتنططت مش هتاخد اي بطوله. فاداره الزمالك بتفكر ان هي تبيع زيزو، ولكن بمبلغ لا يقل عن 10 مليون دولار. وانا باكد لو زيزو اتباع بمبلغ اقل من 10 مليون دولار يكون خيانه لنادي الزمالك، خصوصا ان نادي الشباب السعودي لسه جايب مهاجم بيلعب في الدوري الفرنسي في الدرجة الثانية اسمه حبيب ديالو ب 20 مليون يورو. فيعني مبلغ زي 10 مليون دولار مبلغ خيالي، هيحل ازمات نادي الزمالك وهيحل كل المشاكل اللي عند الزمالك، ولكن ممكن يبني فريق كمان. ولكن خصوصا ان انت كمان لما زيزو هيرحل، زيزو له مستحقات عندنا الزمالك متاخره وليه عقده الجديد، فهتوفر اكتر من 100 مليون. وكمان 10 مليون دولار دول بيعملوا تقريبا حوالي 400 مليون، فانت ممكن توفر اكتر من نص مليار جنيه، اكتر من نص مليار جنيه لنادي الزمالك لو انت بعت زيزو. ولكن في ظل الاداره الحاليه الموجوده لنادي الزمالك انا بقول لك ان كل الفلوس دي هتتصرف وهتضيع زيها زي اي فلوس تانية جت. الناس اللي بتصرف بذخ، البعثات الاعلاميه الكبيره اللي بتسافر مع الفريق اي مكان، كل الفرق بتصفر يعني واحد واثنين، الزمالك بيصفر 10 اعلاميين. طبعا ده كله على حساب نادي الزمالك. قناه الزمالك اللي هتصرف في الفتره اللي جايه من الفلوس هتنصرف مش في مكانها الصحيح. عشان كده انا مش مع بيع زيزو. لو اداره مستقره وجه عرض كبير زي ده لزيزو، وانا بقول لك العرض ممكن يوصل ل 10 مليون، وممكن اداره الشباب تفكر، لان اداره الزمالك رفضت رفض مبدئي. اداره الزمالك ما رفضتش رفض قاطع رحيل زيزو. اداره الزمالك عاوزه 10 مليون، وطلبت من والد زيزو احضار عرض رسمي من نادي الشباب ب 10 مليون دولار، عشان الزمالك يبتدي يحل مشاكله ويحل المديونات عليه ويبتدي يجيب صفقات. ولكن السوق ما عادش فيه. انت لما تبيع زيزو بكره الصبح السوق ما فيش فيه لعيبه. انت هتجيب مين؟ هتروح تجيب لي سين من فاركو، هتروح تجيب لي لعيب من الجيش، هتروح تجيب لي لعيب من انديه متوسط الجدول. فانت هتنافس على المراكز المتاخره، برضه هتنافس على الرابع والثالث، ومش هيكون عندك. ما فيش لعيبه دوليه في السوق. كل الصفقات القويه مشيت، كل الصفقات القويه الاهلي خدها، كل الصفقات القويه بيراميدز اخدها. لما اللعيبه المميزه اللي في السوق، افضل لعيبه في مصر دلوقتي في الاهلي وفيوتش في الاهلي وفي بيراميدز. فانت السوق صعب ان انت تجيب منه وتبني فريق. فللاسف يعني ده اخر، خلاص الفريق اللي كان اتبنى في 2020 خلاص. زيزو اخر لاعب هو احمد فتوح. لو زيزو رحل اتوقع ان فتوح ممكن يجدد، واتوقع كمان ان هو ممكن يرحل او يجي له عرض من السعوديه مبلغ كبير. ولكن لو الاداره الحاليه الموجوده رغم كل المشاكل اللي عندها قدرت ان هي تستثمر مبلغ بيع زيزو في مكانه الصحيح، فالزمالك ممكن يقدر يرجع ينافس، مش السنه دي، ممكن السنه اللي جايه. لان طبعا الوضع صعب السنه اللي جايه. لو اتنططت كده انت مش هتاخد بطوله، لو خدت بطوله مش هتاخدها الا على سبيل الصدفه او بالحظ، لان طبعا الوضع صعب داخل نادي الزمالك، المناخ نفسه صعب. كمان اقول لك يعني الاداره الحاليه ماشي تجيب لعيبه متوسطه، تديها 14 و15 و16 مليون وتلبس النادي في مديونيات. هبيع زيزو عشان اصرف عقود نضاي وسامسون وعمرو السيسي ورؤى؟ هبيع زيزو عشان مين؟ لو انا هبيع زيزو استثمر زيزو في المكان الصحيح، غير كده زيزو خط احمر ما ينفعش ابيعه. ولكن لو جالي عرض خيالي ما اقدرش ارفضه. كل التوفيق لزيزو، كل التوفيق لاي حد. يعني زيزو لاعب كبير، وانا كنت اتمنى ان هو يختم مسيرته في نادي الزمالك، ولكن طبعا اللاعب جاي له عرض كبير 3 مليون دولار في الموسم، يعني اكتر من 100 مليون. وكمان هيجيب عرض خيالي لنادي الزمالك لو 10 مليون دولار. لو زيزو اتباع باقل من كده يبقى خيانه لنادي الزمالك. و10 مليون دولار، وممكن احط نسبه اعاده بيع كمان لو هم جم يبيعوا بعد كده الزمالك يستفيد. تمام. انما حته ان هو هيمنع ان هو رجوع مصر لاي نادي والكلام ده زي اللي الاهلي حاططها في الشريف ده كله، فمنعه اصلا زي ما الاهلي عمل مع عبد الله السعيد ورجع مصر عادي ولعب مع بيراميدز، والاهلي ما خدش اي حاجه ولا هياخد اي حاجه. فالبند دوت اصلا الفيفا رافضه، ممنوع ان انت تتحكم في اي لاعب. خلاص ما دام انت بعت اللاعب ممكن تحط نسبه عاده بيع، تمام، وخلاص ممكن تستفيد منه بعد كده. انما زيزو يرحل واجيب واخد الفلوس اصرفها، واخد الفلوس اضيعها والفلوس تختفي من الخزنه وما اعملش بيها حاجه، ماشي، يبقى من الافضل ان انا ما بيعش زيزو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.